لو عملت ابديت لجهازك وبعد ما عملت الابديت لقيت الجهاز بدأ يعلق او يهنج وفي مشاكل بدأت تظهر فيه، فالفيديو دوت انا هقولك على بعض الطرق اللي هتعملها هتساعد في حل المشكلة وهتفرق معاك في سرعة جهازك. تابع معايا الفيديو. ايه الاخبار؟ بعد اخر تحديث للويندوز اللي هو 25H2 ناس كتيره بعتت لي وقالت ان الجهاز بتاعها بقى بطيء وان هم لاحظوا الموضوع ده حصل بعد التحديث الجديد وما يعرفوش ايه السبب. فانا في الفيديو دوت هقولك على حاجات هتعملها هتساعدك ان جهازك هيتحسن وهتاخد احسن اداء منه. اول حاجه احنا هنروح نفتح السي ام دي، هتفتح عندنا بالشكل ده، هنكتب الامر دوت اللي هو SFC scan now وبعد كده هندوس انتر. وهنا طبعا انا غلطت لان احنا المفروض بنشغل السي ام دي از ادمنستريتور، فعشان كده هنروح على السيرش وهنعمل سيرش على سي ام دي وهنعمل لها ران از ادمنستريتور. هتفتح عندنا بالشكل ده، هنكتب نفس الامر من جديد اللي هو SFC scan now برضو وبعدها هندوس انتر. زي ما احنا شايفين الجهاز بدأ يعمل سكان دلوقتي، ولو اكتشف اي مشكله حصلت في الابديت او اي حاجه هو هيصلحها تلقائي من نفسه. عشان كده بعد ما السكان ده يخلص انت المفروض تعمل ريستارت لجهازك وما تكملش شغل عليه عشان يعمل على طول ريبير للمشاكل اللي موجوده اللي لقاها. فاحنا دلوقتي هنسرع الفيديو هنسيبه يخلص براحته. برضو الخطوات دي تنفع للناس اللي عندها ويندوز 10. هو اتشال منه الدعم وما بقاش ينزلوا تحديثات، بس لو بعد اخر تحديث حصل لك اي مشاكل في جهازك او لقيت الاداء بتاعه مش احسن حاجه فانت ممكن تطبق نفس الخطوات وهتلاقي الجهاز اتحسن واداؤه بقى احسن كتير. وزي ما احنا شايفين هو خلص الاسكان وبالفعل لقى ملفات عندي بايظه وعمل لها ريبير اوتوماتيكلي من غير ما انا اقول له اي حاجه. فعشان كده دلوقتي انا هروح اعمل ريستارت لجهازي. ودلوقتي وبعد ما عملت ريستارت للجهاز، تاني خطوه مهمه المفروض تعملها عشان تحسن اداء جهازك هي انك هتكتب الثلاث اوامر دول اللي هو تم وتم الثانيه اللي هي بنتو برسنتج والامر الثالث اللي هو بريفيتش. بعدها تدوس انتر وهتمسح كل الملفات اللي هتبقى موجوده فيهم. والخطوه دي بتفرق قوي في سرعه الجهاز عامه بعيدا عن اي حاجه. ثالث خطوه عندنا ان احنا هنروح نفتح السيتنجز، هندوس ويندوز اي، بعدها هنروح على سيستم، بعد كده هنخش على ستورج ومن هنا هو بيبدا يحسب ويقسم المساحه اللي موجوده على جهازك. فانت هتخش على temporary files وهتسيبه يعمل سكان ويجيب لك كل الملفات اللي موجوده على جهازك. وبعد ما السكان خلص هو جاب لي الملفات اللي موجوده على جهازي ودي temporary files. طبعا انا كنت ماسح قبل كده لما عملت الابديت، فانا temporary files هتبقى عندي قليله. فانت من هنا اختار اي حاجه ليها علاقه بالويندوز ابديت، والحاجات اللي ملهاش لازمه يعني انت بس ما تمسحش الداونلودز عشان لو انت منزل حاجه مهمه او لو انت عايز تحتفظ بحاجه فانت امسح اي حاجه تانية ما عدا الداونلودز. ولو في اي حاجه برضو تانية انت شايف ان هي مهمه او كده ما تمسحهاش. فانا طبعا مش شايف ان في اي حاجه مهمه، فانا هروح اعمل ريموف فايلز وهدوس كونتينيو وهو هيمسح كل حاجه انت حددتها. تالت خطوه عندنا برضو ان احنا هنخش على برايفسي اند سكيورتي. بعدها في اختيارات هنا هي شغاله وبتاثر على البرفورمانس بتاع جهازك، يعني اختيار السبيتش هنا بعد التحديث انت ممكن تلاقي الاختيار ده اشتغل عندك، فانت روح تشيك لو لقيته شغال اقفله عشان هو بيأثر على الجهاز وخلاص. وبرده عندنا الاختيار دوت هنخش عليه هنلاقيه شغال عندنا بالشكل ده فاحنا مش محتاجينه، فاحنا هنقفله وهندوس هنا نيفر. الاختيار دوت هو مسؤول عن ان هو يبعت فيدباك للسيستم بتاع ويندوز نفسه لو في اي مشكله واجهتك او الكلام ده. فالاختيار دوت ملوش لازمه وبيأثر على اداء الجهاز وخلاص، فانت قفله احسن لجهازك. وبرده اختيار السيرش هنخش عليه هنلاقيه مفعل حاجات عندنا، يعني مثلا عندنا المايكروسوفت اكونت انت مش محتاج السيرش بتاعه فانت اقفله. وبرده ورك سكول اكونت انا اصلا مش مشغل عليه فهقفله ملوش لازمه عندي. وبرده السيرش هيستوري لو انت محتاجه يعني شغله، بس يعني ما اعتقدش ان انت هتحتاجه لان هو ما بيعملش اي حاجه مفيده، فانت برده اقفله لان هو ملوش اي فايده على الجهاز. يعني مش هتحتاج السيرش هيستوري في حاجه، انت لو عايز حاجه هتروح تعمل عليها سيرش على طول. الخطوه اللي بعد كده هي ليها علاقه بسرعه الجهاز عامه، ملهاش علاقه بالتحديث، بس ان انت هتخش على الانستولد ابس وهتشوف الابلكيشنز اللي موجوده عندك. لو انت عندك ابلكيشن مش محتاجه، يعني انا مثلا الابلكيشن ده انا مش محتاجه، هروح اعمل عليه انستول بحيث ان انا ما بستخدموش واخد مساحه على الجهاز على الفاضي. فانا دلوقتي هدوس يس وبكده البرنامج اتمسح واتشال من على الجهاز عندنا وفضينا المساحه اللي هو كان واخدها. انت برضو انزل تشيك على اي برنامج عندك انت مش عايزه او ما بتستخدموش او كده، لو لقيت في حاجه زي كده اعمل لها انستول على طول زي ما انا عملت. ومن الخطوات المهمه برضو ان انت هتروح على التاسك مانجر. نقدر نفتح التاسك مانجر ان احنا نقف على التاسك بار وندوس كليك يمين وهنفتحها من هنا، او ندوس كنترول وشيفت واسكيب هتفتح عندنا بالشكل ده. هنروح على الستارت اب ابس، من هنا انت اقفل البرامج اللي ملهاش اي لازمه اللي شغاله على الفاضي على جهازك. يعني انا مثلا عندي البرنامج ده انا مش عايزه يشتغل، اول ما الجهاز يشتغل هدوس عليه ديسيبل بحيث ان هو يسرع الجهاز وهو بيشتغل وفي نفس الوقت ما ياثرش عليه او على ادائه او الكلام ده. فانت تشيك على باقي البرامج اللي موجوده على جهازك، لو لقيت اي برنامج شغال وهو ملوش لازمه او انت لما الجهاز بيفتح ما بتبقاش مستخدمه او كده فانت اعمل له ديسيبل عشان يقف وما يشتغلش مع الجهاز. ولو جهازك ضعيف
في برضو حركه ممكن تعملها انك هتدوس ويندوز ار وهتكتب في السيرش الامر ده اللي هو sysdm.cbl وبعد كده هتدوس انتر. هيفتح عندنا القائمه دي بالشكل ده. هنروح ندوس على ادفانس وبعد كده من بيرفورمانس هندوس على سيتنجز، بعدها هتدوس على ادجست فور بيست بيرفورمانس. لو انت ما بيفرقش معاك موضوع الفيجوال افكتس والحاجات دي فدي هتساعدك قوي في سرعه الجهاز وتحسن من اداؤه جدا جدا وانت شغال عليه. ولو انت بعد ما عملت الخطوات دي كلها ولقيت الجهاز ما اتحسنش او لسه بطيء او اداؤه مش احسن حاجه زي الاول، فانت ممكن ترجع التحديث اللي انت كنت عامله قبل كده وتشيل التحديث الجديد بسهوله عن طريق انك هتدوس ويندوز اي وتفتح السيتنجز من تاني، وبعدها هتخش على ويندوز ابديت، بعدها هتخش على ادفانسد اوبشنز، هتنزل تحت لحد ما تلاقي اختيار الريكفري هتدوس عليها، ومن هنا تقدر تختار الاختيار ده بحيث ان انت تعمل ري انستول للاست فيرجن اللي انت كنت عاملها على الجهاز عندك، وهتلاقيها نزلت زي ما هي كامله وما فيهاش اي مشاكل او اي حاجه. انا مش محتاج اعمل الموضوع دوت فانا مش هدوس عليها، بس انت لو محتاجه دوس على ري انستول ناو، هيجيب لك رساله دوس عليها يس، وبعدها تلقائيا هيبدا يحمل النسخه القديمه اللي انت كنت محملها قبل كده. وبس كده، ده كان موضوع الفيديو النهارده، وان شاء الله كل الطرق اللي انا قلت لكم عليها هتلاحظوا تاثير على الجهاز بتاعكم وهتلاقوا ان الاداء بتاعه اتحسن وبقى احسن كتير. بس قبل ما اقفل كنت عايز اقول ان انا اغلب مشاهدات القناه عندي هي ناس مش مشتركه في القناه، وانا الفيديوهات اللي بنزلها بجد بتعب عليها وبقول لكم كل المعلومات صح بحيث ان انا ما اخشش اعمل فيديو وخلاص او اعمل اي حاجه عشان اكسب فيوز او كده. فيا ريت لو انت شفت الفيديو تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناه بحيث ان انا بنزل كونتنت هيفيدك قوي على الجهاز بتاعك وهيحسن من ادائه. لو عندك اي مشكله تقدر تكتب لي او تبعت لي وانا هحلها لك او هنزل لك فيديو بالحل بتاعها. وبس كده، ما تنساش بقى اللايك والفولو عشان يوصل لك كل جديد.